Lucky Stadium. Number 1. أهلا بكم أصدقائي ومرحبا بكم في فيديو جديد على توقعات مباريات يوم الجمعة. أصدقائي اليوم اخترنا لكم تقريبا 5 مقابلات فقط في مباراة يوم الجمعة. بداية الأسبوع القادم ستكون بداية نارية صراحة، مباريات كثيرة، ولكن لم أريد يعني زيادة عدد كبير من المباريات. كما تشاهدون اخترنا فقط 5 مقابلات. قبل أن نبدأ التوقعات نرجو منكم أصدقائي الدعم بزر اللايك والتعليق في انتقاد بناء أو تعليق جميل، يعني أي تعليق، المهم كي تدعم القناة. المهم أصدقائي كما تشاهدون سنذهب إلى المباراة الأولى، والتوقعات تشير أن النصر قادر بتسجيل تهديفي كبير في هذه المقابلات الأخيرة الذي لعبها، قادر أن يسجل هدفين أو أكثر. هذا هو توقعي بالنسبة للنصر، هدفين أو أكثر، هدفين بين قوسين أو أكثر. المهم أصدقائي نمر إلى المباراة الثانية، هي بين شتوتغارت. لتكون عندكم معلومة أن هذه الفرق 10 مقابلات بينهم، مباراة واحدة فقط الذي انتهت بفريق واحد هو الذي سجل. فعموما بالنسبة لهذو الفرق يسجلون شتوتغارت وبايرن ميونخ يسجلون يعني بعضهم البعض أهداف كثيرة. المهم أصدقائي بالنسبة لي أحسن توقع في هذه المقابلة هو تصل المباراة إلى 3 أهداف بين قوسين أو أكثر. هذا هو توقعي بالنسبة لهذه المقابلة. المباراة دائما تشهد أهداف كثيرة. المهم نمر إلى المباراة الأخرى بين باريس سان جيرمان وليل. بالنسبة لي أحسن توقع فيها صراحة، بالنسبة لي أنا أحسن توقع في هذه المقابلة صرت أن الفريقين دائما من المرشح أن يسجلان كلا الفريقين، ولكن بالنسبة لي أنا هدفين بين قوسين أو أكثر. المهم أصدقائي تابعوني إلى الآخر وتستفهمون يعني الاستراتيجية التي يعني أمشي عليها. المهم أصدقائي نمر إلى المباراة الثانية. أذكركم أن هذه المقابلة هدفين أو أكثر في المقابلة. أنا أسرع يعني لكي يعني لا يأتي الفيديو طويل جدا. نذهب إلى المباراة الرابعة وهي مباراة ميلان وفينيسيا. تفوق كبير في المباريات فينيسيا وميلان، دائما ميلان يفوز، يعني في أسوأ الحالات الميلان يفوز، ولكن أنا بالنسبة لي هذه المقابلة هدفين أو أكثر، هدفين أو أكثر بالنسبة لي في المقابلة، هدفين بين قوسين أو أكثر. هذا هو أحسن توقع بالنسبة لي أنا. نذهب إلى المباراة الأخرى هي الأخيرة بين كريستال بالاس ومان سيتي. هذه المباراة عندي فيها 2 توقعات. التوقع الأول بالنسبة لي أحسن توقع هو السيتي تسجل هدف أو أكثر بين قوسين، هدف أو أكثر بين قوسين أصدقائي. أو المباراة صرت أن الملعب كريستال بالاس ملعب ضيق وملعب صغير وستكون يعني فيه ركنيات كثيرة. أنا أرشح أن المباراة ستصل إلى 8 ركنيات أو أكثر في المقابلة. المهم أصدقائي كما تشاهدون هذو هما 5 مقابلات وكانوا فيهم أحسن اختيارات وأحسن توقعات. المهم أصدقائي المرجو منكم يعني زر لايك وتعليق، يعني أريد منكم تشجيعي في هذه القناة لكي يعني نصعد إلى درجات أكثر وتوقعات جميلة إن شاء الله بإذن الله، ونلتقي في حلقة القادمة إن شاء الله.